غيرك حتى يرسل إلي بتلك الإساءة على يدك، أعوذ بالله. اتخذ منها المثل العامي، ما سبك ما شتمك إلا إيه؟ اللي بلغك. أخوه متضايق، الله يلعن، في لحظة ضيق أنا كابنه أروح حاملها ورايح لو عمي بيشتمك لهذا، أعوذ بالله مش أنا عايز شوف التربية المحمدية وشوف المستوى اللي علت به صلى الله عليه وسلم، ان يخلي الانسان اللي تعهده رسول الله صلى الله عليه وسلم يميز يميز معاني الخط، مع الخطوه لها معنى. وده اللي سيدنا عمرو بن العاص لها ديت ما كانتش مصر اتفتحت في الوقت ده، كنا زماننا لحد دلوقتي بندق البتاع ده. سيدنا عمر كان خايف على المسلمين قوي، وتبعت السؤال عنده لا نظير له، لا نظير له. لهذا المسلمين واهل فلسطين وسيدنا عمرو يلحوا على سيدنا عمرو، عايزين بقى عايزين نروح نشوف مصر، فهو خايف لان لسه دول ما ركبوش، المجاهدين دول هيركبوا البحر. ولهذا لما بعت سيدنا عمرو بعد ما وصل قال له صف لي البحر، زي ما جه في تاريخ الطبري يعني، بيقول يعني يزداد اليقين فيه ضعفا والشك فيه قوة. حاجة زي دي. سيدنا عمر مسؤول عن الرعية، مسؤول. هذا كان حذر من انه يعرض امته لمهلكة او لرعيته لمهلكة. لسه ما جاش وقتها، لسه ما جاش وقتها. سيدنا عمرو له بيجوا له اخواله واقربه في مصر، مصر مستنياك، مصر عايزاك. قعدوا يلح على سيدنا عمرو على مسؤوليته، طب سيبني بس اروح استكشف، لحد ما استطاع انه ينتزع من سيدنا عمر الاذن له بدخول مصر. الغرض فهو شوف ركب وجي بقى، لانهم فتحوا فلسطين، والفلسطين باجمعها فتحوا فلسطين، عايزين بقى نخش فين، لما وقعد يلح سيدنا عمر في يعني على حذر. شوف قلب الامام وقلب الخليفه معلق بحياه رعيته، بامان رعيته، براحه رعيته. اخذ قلبه عمال ياخد ويدي ياخد ويدي. قام راح بعت رسولا من عنده برساله، قال له ادرك عمرو بن العاص. عمرو بن العاص وهو راكب وداخل قبل الفرمه دي اللي هي فيما بعد سميت العريش، كانت اسمها الفرمه. قبل الفرمه قبل العريش دي تبع فلسطين، يعني عند حدود غزه كده. وهو ماشي كده، فالحرس او الجند في ظل قادم بخطو يعني اجتهد رضي الله عنه انه يخش، فهم من الغبار، فهم من الحركه اللي جاي ده جاي ليه، لانه يعلم طبيعه عمر بن الخطاب. ده المنهج التشريعي الاخلاقي. الناس دي ربت ناس والله العظيم اعجزت الشياطين، زي ما قال اسمه هرقل، قال ان ظل، قال لقد اكل عمر كبدي اذ علم هؤلاء الحكمه. الرعاع دول اللي كانوا بيجوا يقفوا على ابوابنا عشان ياخدوا المعونه، عمر يطلع لي منهم يقول له جئنا لنخرج العباد من عباده العباده الى عباده رب العباد. لهذا عمرو بن العاص بيلتفت كده، قالوا له حركه الغبار، قوه الوطء بتاع سنابك الخيل، يعني شده السرعه، شده الحركه. اجتهد ان هو يكون اشد سرعه منه، اشد سرعه منه. فهم الرساله واللي فيه. ده الذكاء بقى، مش كل حاجه بقى الله اصل اللي فاتنا على لسانه. فهم الرساله واللي فيها. ده انه لحد ما دخل الفرمه ودخل على ايه؟ على حدود بلبيس. وفي بلبيس دي اول مسجد
أنشئ في أفريقيا، بيسموه هناك في بلبيس مسجد الصحابة، لا ده مسجد عمرو بن العاص. دخل بقى وحط رحاله بقى على إنه بيتنفسوا بياخدوا، هو فاهم الرسالة واللي فيها وفاهم طبيعة سيدنا عمر. جت الرسالة وفتح الرسالة، اقرا يا ابني، علشان مش عايز امير المؤمنين يشعر انه متمرد. اقرا يا ابني، ممدد بقى وبياخد، يقول له اما بعد، اذا جاءتك رسالتي هذه فان كنت لم تدخل مصر فارجع، وان كنت دخلتها فاعزم لامرك واستعن بالله وعليه توكل المتوكل. يوم من ذكاء يوم يقول للي حواليه ايه، هو احنا فين دلوقتي يا اولاد؟ ده احنا في اللي اسمها ايه دي، بلبيس. هي بلبيس دي منين؟ من السعوديه ولا من قطر؟ هي بلبيس دي فين؟ انت كنت رايح فين يا سيدنا عمرو؟ ولا اذا ما كان سيدنا عمرو يشوف واحد ملخفن كده يقول سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص. ها؟ فاحنا فين دلوقتي؟ احنا دخلت مصر ايه؟ ده انت على ابواب القاهره، ده بين بلبيس وبين القاهره دلوقتي ايه؟ 70 70 كيلو تقريبا. وقطع الفرمه وبتاع، هو عايز فهم الرساله، لانه فاهم طبع اللي بعت الرساله وترجم حركه وقوه حامل الرساله، وقرأ الرساله وهي داخل الغلاف. احنا فين يا اولاد؟ ده احنا في بلبيس. اسمه بلبيس دي ايه؟ مصر. والله العظيم. يعني احنا خلصنا الاردن، يعني احنا دخلنا فلسطين يا سيدنا، على مين يا سيدنا؟ رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. شوف الاثنين، زي ما الاثنين كل منهم يطلب الخير، لكن قوة نظر كل لها شخصيتها. زي ما قال الأستاذ العقاد، يعني جاء الإسلام فاستخرج من الرجال معادن لا نظير لها في التاريخ، ما لهاش نظير في التاريخ. معادن يجعل هرقل يقول أكل عمر كبدي إذ علم هؤلاء الحكمة. يبقى إذن أفضل سبيل لاستعادة شخصيتنا أن ندخل فيما دخل فيه غيرنا، ندخل فيه كنخلقه القرآن. أسأل الله رب العالمين أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.